حبايبنا الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. سنة سعيدة عليكم وعلى كل حبايبكم يا رب وعلى كل أمة محمد. النهاردة جايين نعمل مع بعض المقلوبة على أصلها الليبي، ومحدش يقول لي المقلوبة بالبتنجان ولا بالفراخ ولا بالكلام ده. هعملها لكم النهاردة بالقرنبيط وحمص الشام واللحمة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ وصفتنا النهاردة. دي لحمة ضاني. تمام. تقدري تشوحيها كده، المقطع الأولاني اتحذف مش عارفة ليه. هتحطيها في الحلة بعد ما تنشف، وتفضلي تشوحيها لحد ما تاخد اللون البني. تمام. وتنزل كل الدهون اللي فيها. دي لحمة ضاني جايبها لنا الحاج صاحب البيت، طال الله في عمره يا رب. تمام. هنفضل نقلب فيها لحد ما كلها تاخد اللون البني. تمام. كلها تغمق باللون البني ده وهتبقى جميلة. وبعد كده هنزل عليها ببصلاية وطماطماية وورق لوري وحبهان وشوية فلفل اسود، وهحط لها المية المغلية واسيبها لما تستوي. تمام. عايزة اوريكي الدهون اللي نزلت منها. بصي الدهون قد ايه. كل ده هتصفيه، تاخدي منه على محشي، تاخدي منه على حواوشي. تمام. دي ليا ضاني، تصفيها وتاخدي منه وانتي بتحمري فراخ، ممكن تحمريها فيها كده يعني. هي حلوة، ممكن تحطيها على حواوشي، ممكن تحطيها على محشي كرنب وانتي بتعمليها. تفضلي تقلبي فيها لحد ما تسلي كل الدهون اللي فيها وتنزل كل الدهون، وبعد كده هنصفي الدهون منها. ما شاء الله اللون بقى تحفة. اللون البني ده بيبقى جميل وبيخلي بقى لون الرز لما نحطه عليها، ولون القرنبيط بتبقى تحفة تحفة تحفة. الأكلة دي أكلة ليبية حلوة جدا وهتجربوها وهتعجبكم. عبارة عن لحمة وحمص الشام وقرنبيط ورز والتوابل. بس حاجة بصراحة هتجربوها هتعجبكم جدا. نفضل نقلب في اللحمة لحد ما كلها تاخد اللون البني وتسلي كل الدهون اللي فيها. طبعا الدهون دي احنا هنصفيها عشان ما تبقاش دسمة قوي الأكل علينا. تمام. اللحمة الضاني وهي بتتشوح ليها طعم وريحة جميلة، جميلة جدا. هو العيد جه يا ولاد ولا ايه؟ بصراحة جميلة جميلة جميلة، ليها مذاق خاص. كل ما بنقلب فيها بتاخد لون جميل، لون تحفة، ولونها بيبقى بني جميل جدا. اللون دوت بيطلع كله بقى مع الرز، بيخليه طعمه في منتهى الجمال، مع البهارات بتاعة الكبسة بتخليه طعمها في منتهى الجمال. تاكلي شوية رز حاجة كده تحفة. كده خلاص انا هشيل اللحمة وهصفي اللي نزلت منها كلها في طبق. تمام. وهرجع اللحمة تاني في الحلة، هحط لها بقى المية المغلية وورق اللوري والحبهان شوية فلفل اسود، ونسيبها لما تخش في السوا. بعد كده هنسقط فيها حمص الشام. كده خلاص صفيت اللحمة كلها من الدهن. تمام. صفيت الدهن اهو لوحده وطلعت اللحمة لوحدها. تمام. هرجعها تاني الحلة وهرجعها تاني على النار. تمام. واحط لها بقى الورق اللوري والحبهان شويه فلفل اسود، وهنزل عليها بالميه المغليه. كده تمام. شوحت اللحمة كأنك هتعملي كباب حلة، بتفضلي تحمري فيها وتشوحيها لحد ما تاخد اللون البني. تمام. بعد كده بترمي عليها بصلاية كبيرة وتشوحيها معاها، وبعدين تحطي طماطمايه. هنحط كمان طماطمايه متقطعه
او مبشوره. تمام، وتفضلي تشوحي فيها. تمام كده. بعد كده هنحط لها الميه، هحط لها ميه مغليه واسيبها تستوي براحتها. بس هنحط لها شويه فلفل اسود، هحط لها شويه فلفل اسود. تمام، هحط لها شويه ورق لوري، والفلفل الاسود اوريدي فيه حبهان وانا طحنه معاه حبهان وكبيبه صيني وورق لوري. تمام، بس هنسيبها بقى لحد ما تخش في السوا. هكون نقعه الحمص من بالليل 12 ساعه، حمص الشام جايباه نقعاه من بالليل. تمام، هوريكم دلوقتي برضو وصل لايه وبقى ازاي. الحمص اهو نقعاه من بالليل، هصفيه ولما اللحمه تستوي هحطه ياخد معاها غلوتين 3 لان هو منقوع فمش هياخد وقت كتير في السوا. وبعد كده هنحمر القرنبيط وهنحطه معاهم يستلق في قلب مرقه اللحمه. كده هنحمر القرنبيط. تمام، جبت القرنبيط قبلها بيوم، غسلته غسله حلوه ونقعته في ميه وخل، وبعد كده شطفته شطفه حلوه وصفيته في المصفى. لازم تصفيه وتغسليه قبلها بيوم وتصفيه عشان ما يبقاش فيه ميه، عشان وانتي بتحمريه في الزبده. احنا بنحمره ني مش مستوي، انا ما سلقتوش لسه، انا هحمره وبعد كده هحطه مع اللحمه في الشوربه هيستوي. تمام، هنحمره، هنحط الزبده معاها شويه زيت. تمام، وهنحمر القرنبيط. هنزل بالقرنبيط بقى كده، ناخده كده لون، نديله لون كده على الجنبين وهو ني. انا ما سلقتوش اهو، ما سلقتوش اهو، ني زي ما هو. انا بس كل اللي عملته قشرته، بنقشر الحتت اللي هنا، وغسلته غسله حلوه ونقعته في ميه وخل وصفيته في المصفى. تمام، هنحمره بقى ايه ياخد لون كده من الناحيتين. ابتدى يحمر اهو. تمام، هنحمره كده من الجنبين يبقى باللون ده البن. تمام، تفضلي تحمري فيه كده على كل الجوانب، وبعد كده هنحطه مع اللحمه وهي بتتسلق. بس الاول هنحط الحمص. تمام، هنكمل بقيه الكميه كلها بقى بنفس الطريقه، وبعد كده ايه نحطها تستوي مع اللحمه. كده اللحمه استوت دخلت في السوا. تمام، بنسويها نص سوا، وبعد كده ننزل معاها بالحمص الشام. ده نص كيلو حمص على 2 كيلو لحمه ضاني، على قرنبيطه بقى حلوه كبيره كده على حسب افراد اسرتك. يعني انا مش بتعملي على حسب افراد اسرتك. تمام، هنسيب الحمص يستوي معاها شويه، هنسيب الحمص يستوي مع اللحمه، وبعد كده هنسقط معاهم هنحط معاهم القرنبيط بعد ما حمرناه بالشكل ده. حمرنا القرنبيط. تمام اهو بالشكل ده، ده ني ما سلقناهوش. تمام، بعد كده بعد ما نخلص الكميه كلها هنروح حاطينه بعد ما نخلص الكميه بتاعت القرنبيط كلها تحمير هنحطه مع اللحمه والحمص يتسلق معاهم، وبعد كده هنكمل هنوصل وهنشوف هنعمل ايه. كده خلاص اللحمه استوت. تمام، تمام بقت جميله، والحمص بقى في منتهى الجمال استوى. نبتدي بقى ايه نحط له الملح، نحط الملح ونحط كل التوابل. تمام، هنحط الملح كده ونقلب ونشوف
الحياء بتاعه كده، الحدق بتاعه حلو ولا لا. عايز شويه كمان. تمام. هنحط لهم بقى ايه واحده لومي. تمام. مع شويه بهارات كبسه، مع عود قرفه، عود قرفه خشب. وتظبطي بقى ايه التوابل بتاعتك مع حبه بهارات لحمه. شويه بهارات لحمه. تمام. وتظبطي بقى الدنيا كده. وبعد كده خلاص احنا حمرنا القرنبيط بقى بنفس الشكل ده كده. القرنبيط حمرناه بقى جميل اهو. تمام. هنحطه بقى معاهم، هنحطه مع اللحمه والحمص. ياخد غلوه واحده، القرنبيط هياخد غلوه واحده، ما تستنيش عليه كتير عشان ما يدوبش كله في الشوربه. تمام. خلاص كده حطينا القرنبيط بقى ايه ياخد غلوه مع اللحمه، غلوه واحده بس، وهتلاقيه استوى وبقى جميل. عشان لسه هيتشرب مع الرز، لسه هنحط الرز وهيتشرب معاه، هياخد من سوى الرز وهيكمل سواه مع الرز كده. تمام. احنا ظبطنا الملح وظبطنا كل حاجه والتوابل بتاعتنا وكل حاجه. هنسيب القرنبيط شويه وبعد كده هنرجع نحط الرز. كده خلاص القرنبيط استوى بقى جميل. تمام. هنبتدي بقى ايه نسوي. هنصيد كده الخضار بالقرنبيط باللحمه ونحط في الحله اللي هنسوي فيها. تمام. عشان نحط الرز ده على وشها، وبعد كده نسقي بالشوربه. تكون الحاجات اللي الخضار والقرنبيط واللحمه وكله يبقى من تحت. هتعملي الفرشه كده باللحمه والقرنبيط، وبعد كده ايه نسوي، نحط الرز على وشها ونسقي بقى الرز كده بالشوربه. بعد برضو هتعيدي إيه تدوقي الشوربه تاني وتظبطي ملحها كويس وبعدين تسوي. خلاص كده هنفرش الرز. تمام. نفرش الرز على الوش. انتي حطي بقى على حسب ايه انا حاطه 4 كوبايات رز. تمام. على حسب افراد الاسره، فانتي حطي برضو على عدد افراد اسرتك. وهنسويه، هنسوي الرز كده على الوش. تمام. ومش هتتقلب، هي هتحطي لها الشوربه ومش هتقلبيها خالص. نفرش الرز كده على الوش ونسقي بقى بالشوربه وهي على النار وخلاص. ومش هنقلب بقى، نفضل كده لحد ما تشرب الميه بتاعتها. تمام. فاحنا كده ايه هنسقي بقى بالشوربه. تحطي حاجه كده وتسقي. كده خلاص حطينا الشوربه لحد ما غطينا الرز خالص.
هنغطيها ونسيبها لحد ما تتشرب، وبعدين نوطي عليها العين لحد ما الرز يستوي خالص، بس ما نجيش جنبها ولا نقلبها نهائي. انت هتفضلي ودنك معاها كده، لو حسيتي الرز من على الوش لسه ناشف هتسقيها شوربه شويه بشويه لحد ما الرز تحسي ان هو ايه استوى خالص، بدون ما تقلبي ولا تجيبي من تحت ولا الكلام ده خالص، ممنوع التقليب نهائي. تمام. هنستنى لما الرز يتشرب وهنوطي عليها. كده خلاص استوت، والرز طالع الحباية بوحدتها، مش معجن، السوا بتاعه مظبوط، وما قلبتهاش خالص زي ما هي كده اهو. تمام. هنسيبها تهدى شوية وبعدين هنقلبها ونوريكم الشكل النهائي لها. وده كده الشكل النهائي لها، والطعم خرافة. جربوها بطريقتنا والله هتعجبكم جدا، وهتاكلوا نوع جديد من القرنبيط وهتبقى طعمها جميل جدا، والحمص مديها طعم والريحة جميلة، واللحمة الضاني مدياها طعم فوق الرائع. تمام. جربوها وان شاء الله تعجبكم. وبكده نكون خلصنا وصفتنا النهارده، اتمنى تجربوها وتعجبكم، وتقولوا لي رايكم في التعليقات، وتقولوا لي بتتابعوني منين. ان شاء الله انتظروني في وصفه جايه جديده، واعملوا اشتراك في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. كنت معاكم رحاب حسين.